مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من 3 بيضات هنعمل كيكاية بالبرتقان بدون برتقان، وكمان هنعمل كيكاية كده وهنزينها بجد تحفة جدا. تزيين بسيط خالص خالص زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو. بجد 3 بيضات يعملوا لي العظمة دي حاجة بجد تحفة جدا. عايزة اقول لكم الطعم بجد خيال. الطريقة هتكون بسيطة جدا وسهلة. الكيكة اللي بالبرتقان هنعملها بالمية، شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ يعني كيكة بالمية كده من الحنفية، ما يكونش حتى مية سخنة، لا، كيكاية سهلة جدا جدا. ان شاء الله المقادير هتكون موجودة في كل بيت. وقبل ما ابدأ الفيديو بشكر كل حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. يلا في البداية نقول بسم الله. واول حاجة في شفشق الخلاط هنعمل كل حاجة. حطيت كوباية من السكر، وهنزل كده باتنين من البيض، وكمان هنزل بكيسين من الفانيليا، وهضربهم كده شويه في الخلاط زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى للمواد الجافه. حطيت هنا كوبايتين ونص من الدقيق، 3 معالق من النشا، كيس بيكنج باودر، رشه الملح. قلب المكونات الجافه كده مع بعض، وهنرجع للمواد السائله تاني. هنا نزلت بكوبايه الا ربع من الزيت والسمنه. حابه ان وبديل البرتقال هو التانك زي ما انتم شايفين. احط كده كيس من التانك، وهسيب بقى كده الخلاط شغال زي ما انتوا شايفين. بعد كده معايا هنا كوباية من المية، مية عادية خالص من الفلتر. هضربهم كويس جدا لمدة 7 دقايق أو 10 دقايق، وبعد كده هنزل على المواد الجافة زي ما انتوا شايفين. اخر حاجة بقى هنا هحطها هي معلقة الخل. هقلبهم كويس جدا، وبعد كده هحط معلقة الخل زي ما انتوا شايفين. هنا انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180. الكيكة هتحط في الرف الاوسط بعد 25 دقيقة. بشوف الكيكة لو لقيتها استوت بولع الشواية حاجة بسيطة، وبعد كده بسيبها في لمدة دقيقة أو دقيقتين، وبعد كده بطلعها بتكون جميلة جدا. وهنا بقى فضينا كده الكيكة، خلصنا أول صينية. يلا بينا نعمل التانية بقى سريعا. معايا هنا كوباية من السكر، ومعايا بيضاية واحدة، كيس من الفانيليا، نص كوباية من الزيت. هنزل بكوباية من الحليب، والحليب كان دافي. نزلت هنا بمعلقتين من الخل. طبعا عايزه اقول لكم اللي ببضايه واحده اللهم بارك طلعت عاليه وجميله جدا جدا. هنا بقى نزلت بكوبايه ونص من الدقيق، كيس بيكنج باودر، رشه من الملح. طبعا الاولانيه تفرق عن التانية. وهنا نزلت بنص كوبايه من الدقيق، يعني انا خدت على الكيكايه دي كوباية ونص من الدقيق، كيس بيكنج باودر، رشة من الملح. حطيت 3 معالق من الكاكاو. هقلب المكونات الجافة كده مع بعض. بعد كده نزلت بالمواد السائلة، هقلب تقليبة كويسة. وهنا انا كنت محضرة الصينيتين قبل ما اعمل اي حاجة، ومولعة طبعا الفرن زي ما انتوا شايفين. لو لقيتوها محتاجة كاكاو حطوا لها، بس لازم تتنخل، والدقيق يتنخل مرة واتنين، هيبقى بجد جميل جدا جدا معاكي الكيكة هشة وجميلة جدا. هنا بقى هدخلهم الفرن، واول ما طلعوا من الفرن ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اللهم بارك تحفه جدا. هنا سبت بقى الكيكه لما هدت شويه. لقيت بصراحه كده عندي شويه من الكريم شانتيه، عايزه اقول لكم يمكن والله كانت اقل من الكوبايه. قلت خلاص والله اللي انا مزيناها. هنا بقى قسمت الكيكه كده لجزئين. بصوا بقى بيضايه واحده عملت الكيكه ازاي، اللهم بارك تحفه. معايا حبه لبن دافي، حطيت بس كده حاجة بسيطة كده في الكيكة، بيدي طعم حلو جدا أكنك بتاكلي جاتوه مش كيكة للأمانة. هنا بقى خدت كده جزء من الكريمة حطيته كده في النص، وجبت بقى الجزء التاني. والله للأمانة الكيكاية طلعت تحفة تحفة ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى ضربت بقى الكريمة، طبعا الكريم شانتيه كده ضربته، وبعد حطيته بقى في الكيس كده بتاع التزيين. وزي ما انتم شايفين تزيين بسيط خالص. والله عايزه اقول لكم ان يعني كانوا اقل من كوبايه كريم شانتيه. وبص عملت يعني شكل الكيكايه تحفه جدا، بقت عاتشه على تورتايه كده ما شاء الله بسيطه جدا جدا. كان عندي بقى شويه من الكريسبي كده زي ما انتم شايفين شوكولات شيبس، وزينا بيها الكيكايه او التورتايه البسيطه اللي انتم شفتوها. ودي بقى الكيكايه اللي بالميه. يلا بينا بقى نقطع كده الكيكايه اللي بالميه ونشوف جمالها. والله للأمانة تحفة ما شاء الله طلعت جميلة جدا. لو ما عندكيش لبن اعمليها بالمية هتطلع أحلى كيكة في الدنيا، وكمان بطعم البرتقال يعني بجد حاجة تحفة اللهم بارك. هقطعها زي ما انتم شايفين كده. أنا عايزة أقول لكم لو أنا قللت الصينية، أنا عملتها يعتبر في صينية كبيرة، والله لو قللتها لك كانت طلعت أعلى من كده، لكن الصينية كانت كبيرة على الكيكة. الخليط كان شوية
بس ما شاء الله الكيكاية طلعت جميلة جدًا، جدًا وهشة وطعم البرتقان فيها تحفة اللهم بارك. ب3 بيضات بس عملنا عظمة لولادنا وهنفرّحوا طبعًا ولادنا، وأول بقى ما ييجوا كده من المدرسة والدروس ويلاقوا الحاجات الجميلة دي هيفرحوا أكتر وأكتر، هينسوا بقى هَم الدراسة وهَم المذاكرة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله تحفة جدًا. يعتبر 4 كوبايات دقيق و3 بيضات، هم اللي إحنا عملنا بيهم صينيتين الكيكة القمر دول اللي أنتم شايفينهم. اللهم بارك ما شاء الله. إن شاء الله الوصفة تعجبكم بإذن الله وتجربوها، وإن شاء الله بإذن الله الطريقة تعجبكم وتعتمدوها على طول. لو وصلتوا معايا لحد هنا حبايبي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. وهنا حبيت طبعًا إن أنا أقطّع قطعة كده منها والله العظيم عاملة زي حتة الجاتوه. الكيكة هشة وطعمها تحفة جدًا وبيضاية واحدة اللهم بارك ما شاء الله. وده بيكون فيديو النهارده، يا رب فيديو النهارده يعجبكم، أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.